سنة 1972 حدث شيء قد يبدو مفاجئا إذا نظرنا إلى ما ستصبح عليه لاحقا العلاقة بين المغرب والجزائر. الملك الحسن الثاني والرئيس هواري بومدين توصلا إلى اتفاق يتعلق بالحدود بين البلدين. ففي 15 من يونيو عام 1972 وقعت بالرباط اتفاقية تتعلق بخط الحدود بين المغرب والجزائر. بعد سنوات فقط من حرب الرمال والخلافات الحدودية، بدأ أن الرباط والجزائر تتجهان نحو طي صفحة من أخطر ملفات التوتر بينهما. والأهم أن هذه المرحلة جاءت في سياق محاولات تقارب بين الحسن الثاني وبومدين وإعادة تنظيم العلاقة بين البلدين. لكن المفارقة التاريخية كانت فيما سيأتي بعد ذلك، لأن تسوية ملف الحدود لم تكن نهاية الخلافات بين الرجلين. بعد سنوات قليلة فقط ستصبح قضية الصحراء في قلب مواجهة سياسية جديدة بين المغرب والجزائر، وهنا ستدخل علاقة الحسن الثاني وبومدين مرحلة مختلفة تماما. فكيف انتقل من اتفاق عام 1972 إلى واحدة من أعقد المواجهات السياسية في المنطقة؟ شاهد القصة الكاملة في الفيديو الجديد على قناة True Stories.